السلام عليكم وحلقة جديدة معانا في القناة النهاردة. حلقة العودة هنتكلم فيها عن أهم وأشرس الحلقات اللي هنتكلم فيها على مدار الدوري. بقالي 10 أيام أو 11 يوم وداخل في الأسبوعين ما بنزلش حلقات بناء على إن أنا بتابع شكل الدوري عامل إزاي لغاية دلوقتي. إن أنا الدوري ده ما هوش مفهوم نهائي ولا معروف أوله من آخره. أنا النهاردة لا أتكلم ولا صفقة ولا أي حاجة. طيب، من ساعة النادي الأهلي كسب البنك الأهلي. طيب، من ساعة برضو نادي بيراميدز كسب من شوية 2-0. أصبح الفرق حاليا بتلعب على عن الشكل، عن المضمون، ولكن ما بيلعبوش على اسامي الفرق. يعني انت عندك دلوقتي النادي الاهلي في بلس 90، وده من عادة النادي الاهلي، بس بتحصلش بقى كتير. على اول الدوري كنت مش النادي بيكسب في بلس 90 او بيبقى كسبان في الماتش كله، بس بيجي في الدقيقة 90 بس بيسجل هدف، لكن ما بيكسبش الهدف بتاع بلس 90. ولكن الدوري لم يحسم، والاهلي لو خد الدوري فهو دوري باطل. طب ليه باطل؟ النادي الاهلي حضرتك المفروض تخصم منه 3 نقط، وده على مرأى وسمع من الجميع اللي موجودين في الدوري. النادي الاهلي المفروض يخصم منه 3 نقط، وده عدل ربنا، وده كله لازم نبقى عارف ان عدل ربنا. النادي الاهلي المفروض يتخصم منه 3 نقط. طب ليه الكلام ده مش موجود دلوقتي؟ مش عارف لو اتخصم منه 3 نقط هيرجع ل 51 نقطة وبيراميدز يبقى 52 نقطة. ده عدل ربنا، وده حصلت، ودي وقائع حصلت. يعني عاوز لك مش هروح سنة بعيد، لا ده السنة اللي فاتت. لكن الأهلي ولجنة التظلمات واللجنة الأولمبية والناس دي كلها بلا بلا بلا، الناس دي كلها بتخدم النادي الأهلي. ودي احنا مش هنتكلم بقى ونقول لك خسر حاجات مش هتخبى، لا يا باشا. النادي الأهلي بيتخدم، النادي الأهلي بيتخدم من الجميع، والجميع شايف الكلام ده. بس هل حد يجرؤ يقول لك النادي الاهلي بيتخدم؟ لا. يا راجل ده قناه الزمالك نفسها ما قالتش الكلام ده، ما قالتش النادي الاهلي بيتخدم. ليه؟ ناس سكريبتات حتى متوزعه على قناه الزمالك. حتى انا المظلوم مش عارف اتكلم، معايا اعلاميين بدفع لهم بالفلوس بالالاف، مش عارف اتكلم، مش عارفين يتكلموا. يا راجل ده الراجل بتاع السياسه اللي بيتكلم مين؟ عمرو اديب، راجل سياسه ملوش في الكوره، راجل برنامجه السياسي محوري مش عارف يتكلم غير في الكوره. انما انا عندي ناس بتاخد فلوس عشان بتتكلم في الكوره ومش عارفه تتكلم. ليه؟ والنادي الاهلي هياخد الدوري خلاص اهو، قدامه ماتش. لو الجاي، لا الماتش الجاي كسب خلاص، خلص الماتش الجاي كسب خلاص. طب بيراميدز دلوقتي كسب خلاص، هما الاثنين بيلعبوا على نقطه واحده، نقطه. بيراميدز بيلعب على النقطه، لو بس بيلعب على 3 نقط. الاهلي بيلعب على نقطه واحده، لا لو تعادل الماتش الجاي خلاص كسب دوري. لكن ده واقف على الماتش الجاي بتاع الاهلي اللي جاي، واقف على الماتش بتاع الاهلي اللي جاي اللي هو قدام فاركو. فانا كانت تمنيت واحد زملكاوي اتمناش اللي ياخد دوري. ليه؟ مش من مصلحتي اللي ياخد دوري. انا منافسه، المنافس بتاعه. فلو خد دوري الفرق بيننا هيبقى عالي. مش عايز كده، ومش عايز بيراميدز ياخد دوري، بس هنقول يعني قضى اخف من القضا. فنتمنى من اداره نادي الزمالك الموقره تنفيذ الكلام اللي كان المفروض يعمله، ان هو لو النقط ما اتخصمت انا هلجأ لفيفا. طب الجأ لفيفا انت كمان بقى، الجأ لفيفا يا عم وخلي عندك قرار. لو انت شايف عكس اللي بقول لك عليه ده، يبقى انت راجل ما بتفهمش كوره. اشوفك في فيديو جديد، سلام عليكم.